مصطفى محمد يقترب من الأهلي المصري في صفقة مفاجئة. في خطوة مفاجئة قد تهز الساحة الكروية المصرية، وافق مصطفى محمد نجم منتخب مصر ولاعب نادي نانت الفرنسي على عرض النادي الأهلي المصري للانضمام إلى صفوفه لمدة عام قابل للتجديد مقابل $1,000,000. وأتت هذه الصفقة بعد اتصال من مجلس إدارة النادي الأهلي باللاعب، حيث عرضوا عليه الانضمام للفريق للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، وعلى رأسها بطولة كأس العالم للأندية. وأفادت مصادر مقربة من اللاعب أن مصطفى محمد أبدى موافقته على العرض، فيما من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة قريبا بعد توقيع العقود. وتعتبر هذه الصفقة بمثابة ضربة جديدة لنادي الزمالك، الذي كان مصطفى محمد أحد أبرز نجومه قبل انتقاله للاحتراف الخارجي. ويعيد هذا الانتقال إلى الأذهان صفقات مشابهة مثل انتقال إمام عاشور وأشرف بالشرقي إلى القلعة الحمراء، والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الرياضية. مصطفى محمد البالغ من العمر 27 عاما يعد من أبرز المهاجمين في الكرة المصرية، ويتميز بقدراته التهديفية العالية ومساهماته الحاسمة مع منتخب مصر وناديه الفرنسي. انضمامه للأهلي سيضيف قوة هجومية كبيرة للفريق، خاصة مع مشاركته المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية. ويبقى الجميع في انتظار الإعلان الرسمي من قبل النادي الأهلي لإتمام الصفقة، التي ستكون واحدة من أبرز الانتقالات في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة. من المتوقع أن تستقطب هذه الصفقة اهتماما إعلاميا كبيرا، لما تحمله من أبعاد رياضية وتنافسية بين قطبي الكرة المصرية. مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، يبدو أن النادي الأهلي يعزز صفوفه بصفقات قوية طموحا لتحقيق المزيد من الألقاب المحلية والدولية. فيما يبقى السؤال: كيف سيرد الزمالك على هذه الصفقة الكبيرة؟